تعالوا بينا النهارده بقى هنعمل احلى عيش برجر من غير لا لبن ولا بيض، وكمان هنطلعه احلى من المحلات. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. اول حاجه هنا معايا دقيق سنبله الفرات، طبعا كلكم عارفين ان انا بستخدمه بجد لان نتيجته هايله جدا جدا في الشغل عامه، مش معجنات بس يا جماعه، بجد الدقيق ده نتيجته هايله جدا جدا. معايا هنا منه 4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات دقيق من دقيق سنبله الفرات. الدقيق المتاح عندك استخدميه مفيش مشكله. معايا هنا ربع معلقه ملح، معايا هنا نص معلقه بيكنج باودر، معايا معلقه كبيره مليانه هرميه لبن بودر. مفيش لبن بودر مفيش مشكله، يعني مش هنقف يا جماعه على اللبن البودر. وحطيت عليهم معلقتين سكر كبير وقلبتهم زي ما انتوا شايفين كده. نمشي يا جماعه على المقادير بالظبط، نمشي بالظبط على المقادير علشان النتيجه تطلع مظبوطه. هنا معايا ربع كوبايه ميه دافيه وحطيت عليها معلقه كبيره خميره زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بستخدم خميره الانجل، برضو نتيجتها حلوه جدا، واستخدمت برضو الدريم برضو كانت حلوه جدا جدا برضو يا جماعه. وحطيت عليها معلقه وربع سكر كبيره وقلبتهم حلو وهسيبهم على جنب لغايه ما ابتدي اشتغل. هقول لك هنعمل برضو ايه. معايا هنا 3/4 كوبايه ميه دافيه او كوبايه حسب الدقيق بتاعك ما يستخدم. احنا زي ما احنا متفقين قايلين ان الدقيق بيختلف من دقيق للتاني. حطيت هنا اول حاجه قبل ما اعجن العجين بتاعي حطيت عليه الخميره وهبتدي انزل بالميه واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده. معايا كوبايه الميه او 3/4 كوبايه الميه حسب ما الدقيق بتاعي ياخد. ممكن كوبايه الميه تبقى كامله او 3/4 عاوز عليه ربع كمان كوبايه حسب الدقيق بتاعي ما ياخد. اول العجينه ما توصل بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده هبتدي انزل بمعلقتين زبده وبار. امشي على الخطوات يا جماعه واحده واحده والزبده تكون لينه. ابتدي اعجن العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وبره كمان ممكن اخدمه كمان العجين بتاعي كل ما خدمته حلو يا جماعه النتيجه بتطلع من جوه هشه وطريه وبصراحه حكايه. كمان يا جماعه في خطوه نسينا نعملها او نحطها، معلقه خل كبيره. لو حابه تحطي معلقه خل كبيره مفيش مشكله. لو العجينه وانتي بتشتغلي فيها كده حسيتيها برضو ان هي بتتقطع اخدمها كمان وكمان طالما حاسه ان انا العجينه مش مخدومه حلو. اول ما احس خلاص ان هي اتشدت معايا كده وبقت تمام على طول بقوم مغلفاها بكيس ستريتش وحطها في البوله وبسيبها تخمر. اي مكان دافي في اي، احنا الجو لسه يعني دافي فممكن تاخد معاكي ساعه. ببتدي اسيب العجينه بتاعتي تخمر وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. عيش البرجر بتاعنا يا جماعه المره دي بصراحه تحفه جدا جدا، احلى من بتاع المطاعم 100 مره، رغم ان هو ما فيهوش لا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، بس النتيجه في الاخر هتشوفيها هايله جدا جدا. ساعات يا جماعه بنعمل يوم فري كده لاولادنا مثلا بعيدا عن الجبن والكلام دوت، مثلا حابين مثلا ياكلوا همبرجر، حابين ياكلوا كريب، الكلام ده بنعمل لهم يوم كده مثلا ان هم بياكلوا الاكلات اللي بيحبوها. فطبعا بدل ما يشتروا طبعا العيش وطبعا ويشتروا الهمبرجر او يقفوا على المحلات يشتروا، لا احنا نعمل الكلام ده في البيت عشان دلوقتي طبعا النتيجه بتاعت اكل الشارع مش حلوه طبعا وكلنا عارفين كده. ببتدي اخد العجين بتاعي واحطه قدامي كده على الرخامه وابتدي اقطعه حسب العدد اللي انا عايزه، بس طبعا عشان انا عايزه الكايزريه بتاعتي حلوه كده كبيره على قد الهمبرجرايه هاخد كده الكوره زي ما انتوا شايفين. الكوره مش صغيره، كوره كبيره شويه كده يا جماعه على قد مثلا 50 جرام كده، وابتدي انعمها كده على الترابيزه او على الرخامه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحطها في الصاج بتاعي علشان اسيبها تخمر. الصاج مش مدهون ولا حاجه، انعم فيها كده زي ما انتوا شايفين. باخدها الاول على كف ايدي، ابتدي افضي شويه الهواء منها وبعد كده ببتدي انعمها على الترابيزه واحطها في الصاج بتاعي. طبعا احنا هنا لما قطعناهم يا جماعه سيبناهم برضو 10 دقايق يرتاحوا، وغطيناهم بكيس بلاستيك علشان الوش بتاعهم ما يعملش قشره. احنا متفقين قايلين الكلام ده كتير طبعا في فيديوهات قبل كده كتير. هنا طبعا انا هسيبهم هنا يخمروا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنا زي ما احنا شايفين الكايزر بتاعي خمر بقى بالمنظر دون. حبيت ان انا اسلط الفيديو يا جماعه على التخمير قبل ما يخمر بالظبط وفي نفس المكان بعد ما خمر علشان نشوف تضاعف العجينه عمل ازاي، مش مجرد ما احس ان انا سبتها 10 دقايق واقول اه هي خمرت، لا زي ما انتوا شايفين كده.
معايا هنا صفار بيضة وشوية لبن. مفيش يا جماعة مفيش بيض، ممكن اعمل شوية معلقة لبن بودر بشوية مية واقلبهم حلو قوي، وابتدي على الوش ادهن الوش بتاعي، او شوية لبن حليب لو متواجد. يعني يا جماعة ما نحيرش نفسنا. وكمان ما ننساش بنكون مسخنين الفرن زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بعد ما بدهنهم خالص بكون مسخنه الفرن وبدخلهم على درجه حراره عاليه. يا جماعه المعجنات بتكون درجه حرارتها عاليه، حسب بقى طبعا ما انتش عارفه الفرن بتاعتك درجتها ايه. انا هنا عشان شغاله فرن كهرباء فبشغلها على 250. هنا طبعا بعد ما طلع متفقين دايما على بخاخة المية، ببخ كده بخ او اتنين وبغطيه بالكيس وبسيبه بتاع 5 دقايق، وببتدي اوريه لكم احنا عملنا فيه ايه وقطعناه ازاي، ومن جوه هيبقى عامل كمان ازاي. نستبر يا جماعة على المعجنات لما تطلع من الفرن بتبقى ناشفة شوية. أول ما بخها ببخخ المية 5 دقايق بالظبط وبتبتدي تطرى زي ما انتوا شايفين كده. شايفين يا جماعة الطراوة كمان من جوه يا جماعة حكاية. طبعا بدون بيض وبدون لبن، بس الطعم في الاخر يا جماعه بجد تحفه. شايفين يا جماعه الكايزر عامل ازاي من تحت، حاجه كده من الاخر. نجرب يا جماعه ونمشي على المقادير بالظبط عشان النتيجه تطلع مظبوطه. زي ما انتوا شايفين كده الكايزر طالع تحفه، وكمان طعمه احلى واحلى بجد. احنا يا جماعة لو مشينا بالظبط على كل حاجة انا بقولها النتيجة هتطلع حلوة جدا. ونستبر على العجينة يا جماعة لما تخمر، مش مجرد 10 دقايق او ربع ساعة واقول خمرت، طبعا النتيجة مش هتعجبك ومش هتبقى مرضية خالص، ويبقى انت كده حتى رميتي المقادير والحاجة. فنستبر يا جماعة او العجينة تتخدم حلو جدا في العجن علشان النتيجة ترضيني. هنا التوست بتاعنا بقى او الكايزر البرجر بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، حاجه كده من الاخر يا جماعه بصراحه. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي بقى نقطعه من جوه، ممكن بس بالافضل يا جماعه سكينه مشرشره بتطلعه حلو قوي. طبعا مفيش برضو سكينه مشرشره، هنمشي بالسكينه العاديه يعني مش هنقف على حاجه. بنفتحه زي ما انتوا شايفين من جوه، طبعا هو سخن، طبعا هو لسه بجد العيش سخن، بس انا برضو حابه اوريهولكم. شايفين من جوه عامل ازاي يا جماعه، قطن وهش جدا، ولا هو بقى مكتكت ولا معجن ولا لسه ني، لا بجد تحفه جدا جدا جدا. حاجه كده هشه وطريه بجد مفيش كلام. طبعا احنا طبعا علشان اوريكم طبعا حشو البرجر فيه عملنا برضو حاجه بسيطه برضو مش صعبه على اي انها تكون مكلفه. برضو كان عندي طبعا برجر، بس طبعا برجر بلدي يا جماعه، حمرته وعملنا الطحينه يا جماعه. احنا عارفين طبعا طريقه الطحينه بقى اللي بيحبها. عندك حد بيحب الطحينه ماشي، ما عندكيش حد بيحب الطحينه مفيش مشكله، حابه تحطه له كده وتحطي له مثلا خيار وطماطم مفيش مشكله. الطحينه ديت يا جماعه احنا اللي عاملينها، وانا كمان اللي عاملاها بيتي اصلا. كلنا طبعا عارفين طريقتها، واللي عاوز طريقتها يقول لي في الكومنتات وانا انزل لكم الطريقه بتاعتها. انا هنا حطيت طبقه من الطحينه، قطعت الكايزر بتاعي عيش البرجر، وحطيت طبقه من الطحينه، وبعد كده هحط الهمبرجر بتاعي. وبعد كده ممكن بقى عندك خس بقى، عندك خيار طماطم ممكن تحطي، بس انا حبيت اعمله بطريقه بسيطه وسهله عشان يبقى في متناول ايد الجميع. اللي عنده بقى اي امكانيات وحابب يحط، بس احنا هنا عملنا الطريقه سهله وبسيطه علشان تكون الكل يعملها، ما تبقاش في حاجه صعبه او مش في متناول الايد. عملتهم كلهم طبعا بنفس الطريقه، بس يا جماعه مش قادره اقول لكم اتاكلوا اكل كان طعمهم بصراحه تحفه. دايما يا جماعه احنا بنشوف في القناه وبنستفاد. تابعوني دايما على صفحتي مملكه الحلويات، وشكرا.